كنت مع الايام بيا كنت سركل في مدينه مراكش، حتى بان لي واحد البانو مانتك ومستيلي مكتوب عليه مركز نعيم ربيع. في الاول صحبته شي عياده طبيه في اي بي او كلينيك ديال شي دونتيست، حتى اكتشفت باللي تابع لواحد راقي سميتو ربيع نعيم. طلعت نشوف الاثمنه والاختصاصات بحكم اني من الناس اللي كيعملوا بمقوله اللي ما يشري يتنزه. لقيت لاكوي ديال العياده السي الراقي احسن من لاكوي اللي عند احسن طبيب. تقول داخل شي كلينيك ديال فرنسا ماشي المغرب. جلست شويه نشد النوبه حتى وصل الدور ديالي وتواصلات معايا واحد الاخت، سولتها بشحال كتخرجوا الجنون. بدات تعطيني لي زوفر اللي عاملين، قالت لي كاين الرقيه العاديه والرقيه في اي بي والرقيه بما يرضي الله. وكيختلف الثمن حسب الحاله ونوع الجن اللي ضاربني. واخا انا في هذه الحياه ما ضاربني لا جن لا انس، ضربني غير السلطه. وقالت لي ايضا كيختلف السعر على حسب عدد الحصص العلاجيه. تقول داخل عند طبيب نفسي ولا اخصائي تخسيس غادي يفرتت لي داك الجن ويخرجوا على دفعات. ايضا من لي زوفر اللي عندهم وتقدر توصل الحصه المليون والفوق هي ان السي نعيم بنفسه يتكرم ويزورني في البيت ديالي ويعمل الطقوس العلاجيه عندي. ومنين سولت علاش المبلغ طالع بزاف، قالت حيت كيجيب ستاف ديالو وكيجيبوا لي باف والصونو. قلت مع راسي مالي غادي نعرف مع عايشه. من بعد ما عطاتني لي باك اللي عندهم ولي زوفر اللي عاملين، بدات تسولني على الاعراض اللي حاس بها وحتى مستواي المادي والثقافي. تقول جاي نخطب ماشي جاي ناخذ استشاره. ولانني عميق حسبت شحال ممكن يدخل الراقي العادي في النهار، خصوصا في الرقيه الجماعيه اللي كيجمع فيها 10 حتى 20 ضحيه، عفوا ممسوس، ويدير باف وميكرو ويقرا عليهم ما تيسر ويرش عليهم الماء اللي مقري عليه القرآن باش يحرق الجن، ويحرق معاه واحد 200 درهم من نجيب كل ممسوس، اي بين 2000 و 4000 درهم في نص ساعه. عاد الرقيه بريفي والرقيه امبورتي او اللي كيمشي فيها الراقي او يرسلها للفيكتيم ديالو مع الماء والزيت المرقي لحتى للدار، واللي كيتعدى في بعض المرات ل 10000 درهم. اخنوش محال يدخلها في بيع المازوت. وانا نقول للسيده اللي في لاكوي واش كتقبلوا لي ستاجير، حيت بغيت ندخل لهذا المجال وكيسهويني من الصغر ديالي. فقالت لي لا، ولكن سي نعيم عمل مدرسه خاصه لتعليم الرقاة واغريي من طرف الدوله. ما عرفت اين دوله ديال الانس ولا الجن. قلت ليها دابا فهمتيني، هي اللي كنقلب عليها باش حتى انا نولي راقي وندير الفيلا والكاتكات، مادام حتى راقي ما مزلوط وكلهم ما شاء الله بخيرهم، ومادام الجنون ما لاقين خدمه في العالم ديالهم وقالوا اجيو نتسلطوا على المغاربه، والجنيات العاشقات خلاو براد بيت وتوم كروز وايلون ماسك وجوني ديب، وجايين عشقوا لي في العربي الشمور والمكي اللي كيبيع التيطاي، والجنون العاشقين نفعوا يعشقوا اليسا وهيفا وشاكيرا وروبي وانجلينا جولي، تسلطوا على فاطمه العوره وام رقيه وعشقوهم على باقي نساء العالم، وكيتحداو الرقاة باش ما يخرجوش منهم واخا يحرقوهم او يقتلوهم. الناس كيقريو هندسه الفضاء وطب النانو، وحنا فاتحين مدرسه كيف تتعلم طرد الجن وجلب الحبيب. بغيت نعرف اين وزاره عطاتهم الترخيص التكوين المهني ولا للتعليم العالي باش نعرف واش هذا المجال تقني ولا اكاديمي. الى تبعنا المسار التاريخي لظهور الرقاة في المغرب، غنلقاو ان بدايه ظهورهم وانتشارهم كانت في بدايات التسعينات، اللي استفادت من المد السلفي الوهابي اللي رجع من افغانستان او اللي تشبع بافكارهم. ولو ان التداوي بالدين والغيبيات قديم في المجتمع المغربي، واللي كان كيتم بطرق اخرى وعلى يد الفقيه، واللي غالبا ما كيكون سوسي كيعمل حجابات في اوراق بيضاء مكتوبه بالسمق، او الشرفه اللي كيبخوا وكيعطيو البركه. ثم غتظهر موجه الشوافات اللي كيبطلوا السحر باللدون وكيطردوا الجن بالذبيحه والحضره. عاد غيجيو الرقاة اللي بداو بطريقه فرديه وتطوعيه وكانوا ما كيحدوش سعر الفيزيتا ديالهم، واللي عطاه ليهم الممسوس او الراقي كيقولوا عليه بسم الله، قبل ما يتحولوا المقاولات خدامه في النوار او عبر ستار دكان اعشاب عطاره او لبيع العسل او الحجامه، واللي صار دخلهم كيتعدى لعشرات الملايين في الشهر اكثر من اليوتيوبر. مهنه الرقيه اولا هي مهنه غير مقننه وما معترفاش بها الدوله، واخا كيتحايل اغلب الرقاة على القانون
وكيخلقوا مقاولات كتبيع الأعشاب الطبية فيما يعرف بالطب النبوي أو الطب البديل، أو كيعملوا محل بيع العسل كستار كيتخباو فيه باش يرقيو جيوب المواطنين ويخرجوا منه الزرقلافات، وكل هذا بما يرضي الله كيف ما كيدعيو، مادام اللي كيعملوا رقية شرعية. لكن علاش اختاروا اسم الرقية الشرعية؟ واش كاين رقية غير شرعية في المقابل؟ اي حاجه تسمعها او تشوفها زايدين عليها حلال او اسلامي او شرعي، عرف القضيه فيها ان، وبان اللي كيسوق لها عارفها حرام وباغي يطبع عليها الصفه الدينيه باش يعطيها شهاده الايزو الاسلامي، بحال البنوك الاسلاميه اللي ما كتختلفش على البنوك الربويه غير في الاسم، وبحال الدجاج واللحم اللي كيتباع مذبوح في الغرب وزايدين عليه حلال، مع العلم ان قوانين اغلب الدول الغربيه ما كتسمحش بالذبح بالطريقه الاسلاميه، وكتموت الدجاجه او البقره بالصعق الكهربائي عاد كيدوزوا عليها بالموس، وبحال خوتنا السواعده في عهد سلمان ابو منشار اللي فتحوا كباريهات حلال وفيهم ويسكي وفودكا حلال، وحتى الراقصات جابوهم بما يرضي الله، وامثله كثيره على ذلك. عموما فين ما لقيتي شي حاجه صحابه كيأكدوا عليها حلال او اسلامي او شرعي، عرف باللي هي عكس ذلك. ولو رجعنا للتراث الإسلامي واللي هو منطلق هذا الرقاة في ترويجهم لخدماتهم، غادي نلقاو لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين قاموا بالرقية ولا عرفوا الرقية ولا خرجوا جنون بالقرآن والبخور. ولو بحثنا في القرآن الكريم وتبعنا الآيات والصور اللي كتكلم على علاقة الإنس بالجن، غنلقاوها كتحدث على الوسوسة والإغواء ماشي التلبس والسكن، وأن بيناتنا حاجب حتى حد فينا ما يقدر يخترقه لا إنس ولا جن. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والإنسان الوحيد اللي كلم الجنون وتعامل معهم هو سيدنا سليمان، واللي طلب من الله يعطيه ملك ما يعطيهش لشي حد من بعده، والله حقق له دعاءه. قال الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا سليمان: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. بل حتى الصورة اللي كتحمل اسم الجن الله سبحانه وتعالى أكد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش الجن وما سمعهمش منين جاو سمعوا القرآن، حيث قال الله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي جاو سمعوا القرآن بلا ما يحس بيهم شي حد، لا الرسول ولا الصحابة، واللي أخبر عن حضورهم هو الله المطلع على كل شيء. وآية أخرى كتأكد هذا الشيء هي قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإبليس اللي كيتعتبر رب الجنون والشياطين وسيدهم وكبيرهم، واللي شهد خلق أول إنسان هو آدم وقام بغوايته وغيشهد وفاة آخر إنسان، الله أعطاه حاجة وحدة باش يأذينا هي الوسوسة، ماشي يدخل فينا ويسكن هو وتريكته ويقسمونا براتش. وهذا الأمر غادي يقر به إبليس اللعين، فبعد ما غيبدا الحساب غيقول اللي غواهم: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ماشي سكنتكم وعشقتكم وتكلمت بلسانكم. وحتى لو تمعنا في سورة الرحمن اللي ذكر فيها الله الإنس والجن وتحداهم بأنهم يخترقوا السماوات والأرض، ذكر في هذه السورة بأن هناك حواجز وضعها الحق سبحانه في هذا العالم واللي حتى حد ما يقدر يتخطاها كحواجز السماء والأرض كيف قلت شوية، والحاجز اللي كيفصل بين البحرين واللي يستحيل يتخلط ماء البحرين ولو كانوا بزوج كيتشكلوا من ماء واحد، فما بالك بعالمين متناقضين، عالم مادي حسي تخلق من طين وعالم روحي غيبي تخلق من نار السموم. عموما رقاة استغلوا جهل المغاربة وتشبعهم منذ الصغر بأنه إلى طرى لشي حد شي مشكل فماشي هو السبب لكن طرف آخر هو اللي تسبب له في ذاك المشكل. إلى لقينا شي حد لصقوا فيه اللومة كان بها، وإلى ما لقيناش لصقوها في العين والسحر والحسد. وهذا الأمر تغرس فينا منذ خطواتنا الأولى منين كنا كنتعلموا المشي، فمنين كنا كنطيحوا وكنبداو نبكيو كيجيو اللي كبر منا كيضربوا الأرض أو الحاجز اللي عرقلنا، وكأنه هو السبب ماشي ركابنا اللي مازال خاوين وعدم انتباهنا.
ونقلنا هذا الامر لحياتنا المدرسيه، وصرنا كنقولوا الاستاذ ما مزيانش او ما قراناش ديك الحصه باش نبروا النقطه الخايبه اللي جبنا. وفي العمل كل فشل مرينا به المدير ديكتاتوري او الشاف ديالنا كيحفر لينا. ومنين ما كنطفروش في حياتنا الشخصيه كنقولوا فلان سحر لي او شي حد ضربني بالعين. ومنين كنفشلوا في علاقتنا العاطفيه كنقولوا شي جن عاشق كيحبنا في الخفاء وموقف لينا ساعدنا في الزواج. وهنا الراقي كينزل علينا كملاك الرحمه باش يخلصنا من آلامنا ومعاناتنا وحتى من الفلوس اللي مسخنين جيوبنا وما عارفينش فين خسروهم. ايضا هل تعلم صديقي ان النص ديال المغاربه مرضى نفسيين حسب تقرير العصبه المغربيه لحقوق الانسان اللي خرج سنه 2019، وانه مازال ما عندناش الثقافه والشجاعه باش نعترفوا باننا كنعانيو من المرض النفسي ونمشيو عند طبيب نفسي. في المقابل كنوافقوا نمشيو للراقي وكنتقبلوا ان جن ضاربنا، ومستحيل نتقبلوا ان شي خلل في عقلنا. وكل راقي كيتفنن في مجابهه الجن. كاين اللي كيكون حنين معاهم وكيغني لهم يا طيب القلب وينك، وكاين اللي كيكون شديد معاهم وما عندوش يا مرحميني، واللي جابيني بدو من الجن كيحرق مو. حتى بداو شي اصناف من الجن كينقرضوا، وذلك حسب تقرير ناشونال جيوغرافيك ودراسه انجزتها منظمه حمايه الجن من الانسان. ومن الرقاة اللي كيخافوا منهم جنون وكيديروا لهم ألف حساب كاين راقي جزائري كيقولوا له الشيخ الهاشمي مولاي الطاهر اللي اخترع جهاز كيقضي على الجن وكيحرق باباه سماه شواض. فكرني غير بداك الجنرال المصري اللي اخترع جهاز كيرجع مرض السرطان للكفته. وكاين العديد من الرقاة اللي كيستعملوا مبدأ العصا لمن يعصى وكيخلطوا المريض والجني اللي ساكنوا حتى كيطلبوا بزوجهم التسليم. وعاد كاين الراقي الشمكار اللي كيتشرمل مع الجنون وكيتحرش بالجنيات تقول باغي يغتصبهم ماشي يطلعهم، اللي كيسمي راسو سلطان مول العود. والراقي بوقطايه اللي عامل طريفه موحده على الرقيه المنزليه واللي ما كتعداش 4000 درهم لا غير. ومول المقراج اللي كتحسو مشعوذ وساحر ودجال اكثر ما هو راقي بكلام الله. وعاد الرقاة الزهوانيين اللي ما يخرجوا الجن حتى يذوقوا حلاوه الممسوسه كيف كان كيعمل راقي بركان. وكاين راقي شاكير اللي كيرقي ويطرد الجن عن بعد وعن طريق الواتساب والبث المباشر. وكاين الزلماطي اللي مشهور بالرقيه الجماعيه والعصا لمن يعصى. وعاد كاين الراقي المغربي ابو ريان اللي عامل واحد الموني ديال الرقيه تقول داخل سناك. فالرقيه العاديه عنده كتبدا ب100 درهم، وكاين رقيه بما يرضي الله ب200 درهم. اما لو بغيتي تجلب الحبيب فغير ب1500 درهم مع ضمان 2 سنين يبقى الحبيب معك، بعدها تلقاو في محكمه الاسره. والغريب في الامر هاد الرقاة كلهم والاف غيرهم عندهم حسابات في الفيسبوك وقنوات في اليوتيوب كيعرضوا فيها مسرحياتهم الهزليه وحواراتهم مع الجنون وكيدخلوا ملايين اضافيه من المشاهدات. ظاهرة الرقاة في المغرب صارت ورم سرطاني كيهدد المجتمع المغربي في مجالات مختلفة، أبرزها المجال الصحي وخصوصا النفسي اللي صار كيصدر لنا مرضى نفسيين بالآلاف أو مئات الآلاف اللي صاروا كيعيشوا وساوس وكيتخيلوا مخلوقات غريبة كتسيطر عليهم وممكن تدفعهم للقتل أو الانتحار، وهو المعطى اللي كيلوحنا للجانب الأمني وارتفاع نسبة الجرائم اللي كيعملوها هاد المختلين العقليين والمرضى النفسيين بدافع السحر والمس. عاد عمليات الاغتصاب والابتزاز اللي كيقوموا بها الرقاة ضد ضحاياهم من النساء. والمعطى الأخطر من هذا هو المظاهر الشركية والبدع اللي كيقوموا بها الرقاة وكيجروا بها ضحاياهم حتى كيخسروهم آخرتهم باسم الرقية الشرعية. كما أن المعطى الاقتصادي داخل في هذه القضية، بحيث تجارة الرقية الشرعية غير المقننة كتفوت على خزينة الدولة ملايير السنتيمات، زيادة على أن عملهم هذا كيضر بقطاع مهني مهم ومهيكل وهو الطب النفسي. والمشكل لا وزارة الأوقاف ولا وزارة الصحة ولا وزارة الداخلية كلفوا نفسهم باش يوقفوا هذه المهزلة اللي كل نهار وغدا في الانتشار والتضخم. ولا حيت هذا الامر كيلاهيو به الشعب وكيساطحوه مع الجن والمشعوذين فما كاين باس يبقى مزدهر ومريضنا ما عنده باس. الحصول ما فيه منين باقي المغاربه في عاود يشريو لوجيسيال دوريجين كيمشيو لدرب غلف ياخذوا واحد مدرح
وفعاود منين دارهم درسه يخليو الدونتيس ويتعالجوا عند صانع اسنان، فغيبقى الراقي هو الملجأ الاول والوحيد ليهم منين يحماقوا ولا يتصابوا بمرض نفسي. وما حد الدوله ساكته ومخليه هاد التجاوزات والخروقات اللي كيعملوها مجموعه من المحتلين ويضروا بها مهنيين مختصين في المجال، غنبقاو ديما نشوفوا صانع اسنان كيقوم بدور دونتيس، وراقي او كوتش او معالج بالطاقه كينتحل صفه طبيب نفسي، والقائمه كتطول. واخيرا صديقي، الى حسيتي بشي جن راكبك او امورك الماديه او العاطفيه او الجنسيه او العائليه ماشي حتى لهيه، عندي لك الحل. ما عليك غير تشوف شي راقي يرقيك بشي رقيه شرعيه يطير منك الجن الحاقد والحاسد وكذا العاشق، ويشفيك من السحر والتكال. لكن الا صدقتي ومشيتي عنده راك ماشي غير ضاربك الجن، غتكون ممسوس وملبوس بالغباء والبلاهه والحماقه، وسرمك اكثر من الجنون يصرفقوك.